أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم مبارك، ادعو الله تبارك وتعالى أن تحل بركته عليكم جميعا في بلدكم وفي أهليكم وعائلاتكم وقرابتكم، آمين آمين يا رب العالمين. كلمة حول قيمة الأسرة. حينما يسمع المسلم هذه الكلمة الجميلة، هذه الكلمة الجليلة، كلمة أسرة، تعني حضن ومحبة ورحمة وإخاء وسكينة وطمأنينة. كل هذه المعاني العظيمة يعني تتبعها كلمة أسرة وتحتضنها وترعاها كلمة أسرة. لذلك جاء الإسلام فسيج هذه الأسرة بسياجات لؤلؤية ذهبية لتبعد عن الأسرة كل ما يكدر صفاءها ودفئها وحبها واستمرارية عطائها. ومن بين الأمور التي تخدش كلمة الأسرة وتمزق الأسرة تمزيقا وتشتتها تشتيتا، وهذا ما نراه في واقعنا المعاصر. كم من أسر بين زوج وزوجه، أخ وأخيه، أب وولده، أم وبنتها، تشتتت العلاقات تشتتا، في حين أراد الإسلام لها المحبة والعطاء والاستمرارية. إن أكل الإرث وأكل الميراث صارت بعض العائلات وبعض الأسر إذا جاءت الأخت أو إذا جاء الأخ يطلب حقه في الميراث، فإن هذا عند البعض دليل على أن هذه الأخت لا تحترم إخوانها وإنما تريد تمزيق العائلة. لماذا؟ هي تطلب حقها وتطالب حقها، والإسلام لما تكلم عن الإهانة الحقيقية لهذا الإنسان عدد 4 صفات دنيئة. هذه الصفات ال4 لا توجد عند الأسرة الطيبة وعند الأسرة المسلمة. لذلك الإنسان الكافر كان يعتقد على أن المال دليل الإكرام والتعظيم والتقدير، وعلى أن الفقر دليل الإهانة الربانية. ولذلك جاء الإسلام فغير هذا المعنى وبين المولى عز وجل أن المال كمال لا يدل على عز وعلى شرف وعلى مكانة صاحبه، وإنما الذي يعز صاحبه هو الإيمان والصلاح وصلة الرحم وحب العائلة وربط العلاقات والأواصر، وأن الهوان الحقيقي ليس في الفقر، فالفقر قد يعطاه للصحابة وقد يبتلى بالفقر النبي والرسول والصالح، وقد يعطى المال كافر دليل مهان. ولذلك جاء الإسلام فبين أن صفات 4 لا ينبغي أن تكون في المسلمين. ما هي هذه الصفات 4؟ وكلها لها علاقة بالمال. كلا بل لا تكرمون اليتيم. اليتيم ينبغي أن يكرم وأن يعظم وأن لا يهان. لماذا لا تزيده يتم أبيه على فقد تكريمه وعلى إهانته؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. ذلكم المسكين يريد من يعطيه كسرة خبز ليسد بها رمقه، فإذا بك أنت لا تعطيه ولا تحض الناس على إعطائه. ثم قال وتأكلون التراث أكل اللمة، والتراث هو المال، يؤكل مال النساء ومال الصبيان. في الجاهلية كان الإرث لا يعطى للمرأة، كانت أما أو أختا أو بنتا، ولا يعطى للصبيان، فجاء الإسلام وأعطاها حقها وأعطى للصبي حقه كيفما كان. فقال تعالى وتأكلون التراث أكل اللمة وتحبون المال حبا جما. كلا إن حبنا للمال جعله يميل بعض القلوب عن الإخوة والعائلات حتى
كثرت النزاعات والشقاقات ولو سألت المحاكم لوجدت أن أسباب الصرامات والقتل والجرائم من بين أسبابها المال وما أدراك بالمال. حفظكم الله تعالى. والمسلم يعطي حق أخته وبنته وحقوق الناس أجمعين، أما غير المسلم فإنه يأكل أموال الصبية والنساء والأخوات والأمهات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.